احنا لو لعبنا الزمالك بالمنظر ده والله العظيم يا جماعه ممكن نخسر بسكور وحش قوي، تبقى فضيحه زي فضيحه 6-1 اللي احنا كسبنا بيها الزمالك. لو لعبنا بالمدرب ده مع الزمالك لا نخسر بسكور. حتى المدرب مش قاري الملعب، اقسم بالله يا جدعان ما شايف الملعب، والله العظيم ما عارف يغير تغييره واحده صح. كل تغييراته بتدل ان هو واحد بيتفرج على ماتش تاني. يا جدعان ده واحد ما فاهم كوره. اللعيبه غلطانه بس السبب الاكبر في المدرب مش في اللعيبه. اللعيبه غلطانه جدا ما عندهاش روح تمام، بس المدرب ليه السبب الاكبر، ليه النسبه الاكبر ان هو مش شايف الماتش. وقعدتوا تقولوا لنا ان الاهلي قاعد يعمل تمرينات على الكور الثابته واللعيبه كلها قبل الماتش المدرب قاعد يسخنهم وقاعد يديهم في محاضرات. ما شفناش الكلام ده. هو الفرقه وهي اللعيبه، هو اللي بيحصل الفشل اللي بيحصل. انتوا بتريحونا ولا بتنيمونا ولا ايه؟ ما تفهمونا. هل ده منظر اي لاعب ولا مدرب ولا اداره شايله التيشيرت دوت على كتفها فرحانين لي ب 17 بطوله بتاعت الصالات؟ من امتى احنا بنتكلم على الصالات اصلا؟ ولا احنا بقينا عكسين، بقينا الزمالك هو الاهلي والاهلي هو الزمالك دلوقتي؟ ده اللي انا شايفه، ان احنا بقينا خلاص عكس. الزمالك بقى اهلي والاهلي بقى زمالك. الزمالك بقى منظم، الزمالك بقى عنده مدرب بيقرا الملعب، الزمالك بقت اخباره ما بتطلعش بره، مش زينا ما شاء الله كل السوشيال ميديا اخبار النادي الاهلي. المشكله الاساسيه في الاداره، بعديها المدرب، بعديها اللعيبه. ما تشيلوش اللعيبه كل حاجه. اللعيبه تشيل بس والله العظيم مش كل حاجه. لو نفس اللعيبه دي مع مدرب فاهم والله العظيم ياكلوا الاخضر واليابس.